Daddy's home. طب بص يا نجم، تصدق وحشتني الجملة دي والله. المهم من آخر فيديو واللي كان تقريبا من 80 يوم، آسف والله العظيم، واللي ساعتها كانت الفترة بتاعت المد بتاعتي، ويعني حرفيا كل مادة كانت بتربيني إن أنا ما فتحتش الكتاب من أول السنة، وكانت حالاتي عاملة زي كده. والحمد لله بعد ما المد عدى بعد أسبوعين قلت الحمد لله وفلتت من المدعكه بتاعت الميد ترم، ويلا بقى نرجع لليوتيوب قبل ما يموت. ولسه بفوق من العلقه وبقول فلتت منها، اكتشفت ان عليا 3 مشاريع و2 عملي و4 كويزات وهم خلال اسبوعين. تعالى يا ابن وبعد علقه 3 اسابيع قلت خلاص الحق اعمل فيديو بدل ما القناه بتموت، غالبا هي ماتت اصلا. قوم يا سلام بربك. ولسه بقف على رجلي من المدعكه اللي فاتت، سواء الميد ترم او الكام كويز. الرام بتاعت الجهاز المحترم بتاعي باظت، قلت عادي يعني سعر الرامات مش صعب قوي والاسعار في اللذيذ. انا عايز اعرف بس انت بتعملي معايا كده ليه؟ يعني انا عملت لي كده عشان تعملي معايا كده؟ وبسبب الاسعار اللي رفعت مره واحده، وعقبال ما لفيت عقبال ما الاقي حد اصلا بيبيع رامات فرط، يعني كله دلوقتي بيقول لي مع التجميع، وات اعمل ايه بتجميع انا؟ وطبعا علشان اشتري الرامه لوحدها من غير تجميعه، واللي تقريبا ده بقى مود في المحلات كلها، كل محل يبيع بنفس الطريقه كده، اضطريت ان انا هشتريها بسعر اغلى من سعرها الحالي اللي هو غالي اصلا. يا دنيا وراكيش غيري. انا بجد عايز اعرف لو في حد منحوس اكتر مني في الحياه دي احكي له مشاكلي هينتحر. وطبعا اشتغلت شويه محترمه عقبال ما اجمع سعر الرامه اللي هشتريها ده، لانه انا مش متخيل صراحه ان انا اروح اقول للحاج هات 5 ولا 6000 جنيه علشان الرامه بتاعتي باظت. والحمد لله زي ما انت شايف، واتبقى شويه فلوس من فلوس الشغل، قلت مفيش مشكله نصرف على المحتوى شويه، وجبت مايك اتمنى يكون صوته واضح يعني وفي فرق ملحوظ. وبالنسبه لي بعد مراجعات شفتها ليه كتيره جدا، اكتشفت ان هو بيقدم قيمه كبيره جدا مقابل سعر، وهنقدر نشوف دلوقتي. وهي بتيجي العلبه زي ما انت شايف كده، وبعد ما ترمي المانيوال بتاع المايك، ودي اساسيات الانبوكسنج، ونروح على الاكسسوارز، وهي فيشه تايب سي من ناحيه وفيشه تايب اي او تايب سي من الناحيه الثانيه، لو انت غني ومعاك ماك يعني. المهم بعد الاكسسوارز بيطلع لنا المعلم الكبير، وهو الماونو بي دي 300 اكس، ومش عارف الاسم المعقد ده صراحه، والجسم بتاعه معمول من المعدن، وعلشان كده هو وزنه تقيل حوالي 500 او 700 جرام، ومعنى كده ان هو هيستحمل معاك في رحله الرانكب بتاعتك في فالو، اشك في ده الحقيقه. وبيجي معاه بوب فلتر، وهي كويسه جدا علشان تشيل النويز اللي حواليك، وعلشان الحروف زي البي، وبيبقى تحت فيه مكان لفيشه تايب سي، وفي الاكس ال ار، ومكان للسماعه لو عايز تسمع صوتك زي بتوع البودكاست، وفي برضه زرار ميوت بتقدر تدوس عليه بدل اللبس اللي بيحصل مع الزراير التاتش، وبرضه في مكان بتقدر تعلي منه الجين وبتوطيه. والميزه الكبيره بجد وهي برنامج تحكم كامل في المايك، زي ما انت شايف هنا اهو، في الميكروفون جين، وفي الهيدفون فوليوم اللي هو السماعه تقدر تلعب فيها، مش عارف هو ده اثر عليك ولا لا، وفي منها السينز واللي هي منها الجيم اللي هي زي دي لو انت بتلعب، في الريكوردنج واللي انا بستخدمها حاليا، وفي البودكاست. والمايك للاسف ما بيجيش معاه ستاند، ولكن الستاند القديم بتاع الميكروفون بتاعي وفى بالغرض. ونرجع لموضوعنا، لان لو مفيش فرق هروح الراجل اللي باع لي المايك. ولسه بقول يا هادي وبفتح البرنامج بتاع الايديت، لقيت جدول الفاينل نزل وهو بعد 3 ايام. وطبعا عشان انا كنت شغال الشهرين اللي فاتوا، فكل حاجه ذاكرتها من الميد اللي هو تقريبا نص المنهج في كل ماده اتمسح من ذاكرتي، فبقى مطالب مني خلال 3 أو 4 ايام ان انا الم منهج ماده بحالها، وكاني اول مره اشوفه يعني. والمفروض في تاريخ نزول الفيديو ده اكون خلصت اصعب 3 مواد عندنا في المنهج. المهم من اخر فيديو اما كنت بشتكي من حته الارباح، ولسه على فكره مستني ال$20 بتوعي، المهم المشكله اتحلت، وطبعا في ال3 شهور دول والمشكله اتحلت اكيد بقى معايا بتاع $100 ولا حاجه كده. ايه يعني عادي. المهم على مدار ال80 يوم اللي فاتوا زي ما انت شفت يا عزيزي، الواضح ان انا كنت مفشوخ جدا في حياتي، مش جديده يعني، عادي. وكان اليوم كله مليان احداث من اوله لاخره، وبيتبقى لي يا دوبك جيمين فال العبهم مع الشباب واللي بيخلوني عايز اقطع شراييني اكتر، وساعتين اتفرج فيهم على فيلم. فجات لي فكره سلسله، ومش هكدب عليك هم 3، فهجرب اول واحده فيهم، ولو ظبطت هكمل، ولو ما ظبطتش هكمل برضو. طبعا انت عبيط ولا ايه؟ هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ بس كده، وحشتوني. ما تنساش تشوف الفيديوز القديمه وتشترك عشان تشوف الفيديوز الجديده. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.